فنانين عاشوا أجواء الشهرة والأضواء، ولكن للأسف كانت نهايتهم في دور مسنين. يلا نبدأ بأول فنانة معانا، وهي الفنانة آمال فريد، اللي عاشت الشهرة في زمن الفن الجميل وشاركت في العديد من الأفلام، ولكن للأسف الشديد كانت نهايتها في دار من دور رعاية المسنين. اعتزلت الفنانة آمال فريد، ولكن ظهرت بعد فترة طويلة من اعتزالها بحالة يرثى لها بعد إصابتها بمرض الزهايمر. وبعد انتشار الفيديو اللي فيه اللقاء الخاص بيها، سارعت نقابة الفنانين للاهتمام بحالتها الصحية والعناية بها، إلى أن توفيت إلى رحمة الله تعالى. نيجي للفنانة نادية فهمي، اللي تألقت في فترة شبابها وعاشت الشهرة والمجد، وخصوصا في فترة التسعينات لما شاركت في مسلسلات كتير زي مسلسل أرابيسكو ومسلسل ضمير أبلة حكمة وساكن قصادي. وأيضا شاركت في أفلام سينمائية أبرزها الحدق يفهم وفوزية البرجوازية والليلة الموعود. إيداع الفنانة نادية فهمي في دار لرعاية المسنين، اللي تسبب في هجوم شرس جدا ضد طليقها الفنان سامح السريتي وبنتها ابتهال. حصلت ضجة كبيرة جدا وهجوم من متابعي ومحبي الفنانة نادية فهمي ضد طليق الفنانة نادية فهمي سامح السريتي، بعد انتشار خبر انها موجودة في دار لرعاية المسنين. وده اللي خلى الفنان سامح السريتي وبنته ابتهال يصرحوا ان الدكاترة هم اللي امروا بوضعها في دار لرعاية المسنين، وده لسوء حالتها اللي دهورت بشكل كبير جدا بسبب إصابتها بالزهايمر. حياة مليئة بالشهرة والثراء ووصول للعالمية، هي دي الحياة اللي عاشها الفنان الراحل عمر الشريف في شبابه. أما في فترة الشيخوخة فكانت سنوات مأساوية جدا. الفترة الأخيرة في حياة الفنان عمر الشريف قضاها كلها في دار لرعاية المسنين، وده بسبب إصابته بمرض الزهايمر. وانتهت رحلته 10 يوليو سنة 2015 عن عمر ناهز 83 عام. نيجي للفنانة هالة شوكت، وهي فنانة سورية تعتبر من أبرز فنانات الجيل الأول للدراما السورية. عاشت الفنانة هالة شوكت حياة الشهرة والمجد، وخصوصا في دول الوطن العربي، إلا إنها دخلت دار السعادة للمسنين في سوريا بإرادتها، وتوفيت في سنة 2007 عن عمر ناهز 77 عام. الفنان عبد العزيز مكاوي والمأساة اللي عاشها في أواخر حياته. الفنان عبد العزيز مكاوي اللي شارك الفنانة سعاد حسني بطولة فيلم القاهرة 30، كانت نهايته نهاية صادمة جدا. لجأ في نهاية حياته للتسول للحصول على الأكل والشرب، وأصيب بأمراض الشيخوخة وأمراض تانية كتير. نقابة المهن التمثيلية نقلته لدار من دور رعاية المسنين وتكفلت بمصاريف علاجه، إلى أن رحل عن عالمنا بعد عمر ناهز 82 عام. من أهم الأفلام اللي شارك فيها الفنان عبد العزيز مكاوي فيلم لا تطفأ الشمس مع الفنانة فاتن حمامة وشكري سرحان. أما المسلسلات فشارك في مسلسل القضاء في الإسلام وأوراق مصرية ونعتذر عن هذا الحلم والعائلة وغيرها من الأعمال الفنية. أما عن مأساة الفنان جمال صالح، اللي قام بدور مهم جدا في فيلم مهمة في تل أبيب مع الفنانة نادية الجندي، الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين أمر بإدخاله دار المسنين نظرا لظروفه الصحية والمالية الصعبة جدا، وده بسبب عدم مشاركته في أي أعمال فنية، حيث كان آخر عمل ليه في فيلم الدنيا لونها بامبي اللي عرض 2009. دخلوني دار لرعاية المسنين وأنا هخدم الناس اللي هناك، ما عنديش مانع. ده تصريح جمال صالح اللي بعديه اتحركت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي. صرح الفنان جمال صالح للقاهرة 24 وقال: أنا بطلب من الدكتور أشرف زكي إنه يدخلني دار المسنين. أنا كلمت أصدقائي كلموه بس ما حدش رد عليا. أنا لو دخلت الدار هرتاح وهلاقي ناس أتكلم معاهم ومش هصرف فلوس وممكن أخدم الناس اللي هناك، ما عنديش أي مانع. الفنان جمال صالح هو ممثل مصري بدأ مشواره الفني في منتصف الثمانينات بدور صغير في فيلم انحراف اللي تم عرضه سنة 85. كان بطولة الفنان نور الشريف ومديحة كامل. بعديها انطلق في مشواره السينمائي والتلفزيوني عشان يقدم أدوار بس كلها ثانوية. حصروا المخرجين والمنتجين في أدوار الشر، وده اللي قلل من فرصة وجوده في دور الشاب الوسيم، على الرغم من أنه بيمتلك المقومات الشكلية والفنية. من أبرز أعماله دموع الشيطان وفيلم مهمة في تل أبيب، ومن أهم المسلسلات ليالي الحلمية والعمة نور. الفنانة فادية عكاشة المشهورة جدا بدورها في مسلسل يوميات ونيس موجودة حاليا في دار لرعاية المسنين. صرحت الفنانة فادية عكاشة أنها موجودة في دار لرعاية المسنين من الفنانين
لجأت لوجودها في الدار علشان تكون تحت أعين المراقبة الدورية من الأطباء ومع زملائها من النجوم. تبلغ الفنانة نادية عكاشة من العمر 82 عام. من أهم الأعمال اللي شاركت فيها الفنانة فادية عكاشة الضباب وأهلا بالسكان ويوميات ونيس والفرسان وهوانم جاردن سيتي وحكاية بلا بداية وبلا نهاية وأوبرا عايدة وبعد الطوفان والرقص مع الزهور. أما المسرح فقدمت فيه موعد مع الوزير وفندق الأشغال الشاقة وروميو جولييت وموسيقى في الحي الشرقي وجوليو روميت وسيرك يا دنيا والبهلوانات. عيلتي مش السبب في وجودي في دار المسنين، أنا اللي جيت بمزاجي. بعد انتشار خبر وجود الفنانة عواطف حلمي في دار من دور رعاية المسنين الخاص بالفنانين أثيرت حالة كبيرة من الغضب والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وده اللي دفع الفنانة عواطف إنها تصرح وتقول إن عيلتها مش هي السبب في وجودها في دار لرعاية المسنين، ولكن هي اللي قررت بكامل قواها العقلية إنها تروح وتقيم فيها، مشيرة إلى إنها لا تتواجد بشكل مستمر داخل الدار، فهي بتنتقل بينها وبين بيتها. وهنا خلص الفيديو، لو عجبكم لايك وشير وفولو للبيج.